بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جدعان؟ عاملين ايه وايه اخبار الدنيا عندكم؟ يا رب كل الناس تكون بخير وكل شيء تمام معاكم. رمضان كريم عليكم، كل سنة وانتم طيبين بمناسبة شهر رمضان الكريم. رمضان كريم عليكم، كل سنة وانتم طيبين بمناسبة شهر رمضان الكريم. معلش يا جماعة عشان الإضاءة بايظة، لأن أنا نسيت أجيب الباور بانك اللي أنا بشحن بيه الرينج لايت، فالدنيا عندي مش أحسن حاجة. ما علينا، بكرة عيد ميلادي، بكرة عيد ميلادي، بكرة 24/2، أسوأ يوم في حياتي وأسوأ يوم في تاريخ البشرية حرفيا بكل معنى الكلمة. أنا مش عارف أنا اتولدت ليه ولا أنا عايش ليه أصلا من أساسه. ما علينا، أنا بحبكم في الله وبشكر كل الناس اللي متابعاني على الانستجرام وعلى التيك توك، اللي هم عدد قليل جدا جدا جدا، ما يعدوش ال1000 واحد. وبشكر ال1170 واحد اللي عندي على اليوتيوب. بشكر كل المشتركين وكل المتابعين على اليوتيوب وعلى تيك توك وعلى الانستجرام، لأن هي دي المنصات بتاعتي أنا بس حاليا، المنصات بتاعتي أنا. شكرا شكرا شكرا. بكرة عيد ميلادي، بكرة عيد ميلادي. مش هقول لكم أنا هتم كام سنة، لأن أنا مش عايز أوصل لبكرة، وأتمنى إن بكرة ده ما يجيش. مش عارف مش متخيل بكرة هيجي إزاي. طبعا أول مرة أصور قبل الفطار، والنهاردة يا جماعة أنا صاحي، والنهاردة يا جماعة أنا صاحي من الساعة 4:30 قبل صلاة الفجر بنص ساعة، يا دوبك اتسحرت يعني، أصل أنا بفطر وأتسحر مع بعض يعني، ورحت صليت وبعد كده قضيت يوم حلو مع نفسي. طبعا كنت شغال بعمل شوية شغل كده عشان ولا شيء، احنا بنشتغل لله وللوطن. ما علينا. ازيكم يا جدعان؟ اخباركم ايه واخبار الدنيا عندكم؟ رمضان كريم عليكم، كل سنه وانتم طيبين. انا طبعا بعتمد دلوقتي على النور بتاع الاضاءه اللي فوق ده، وكمان برضو نور الشباك، نور الشمس اللي جاي من الشباك، ومش قادر اتكلم خالص، لكن قلت اما اصور ممكن اطلع اللي جوايا وبس، مش اكتر يعني. رمضان كريم عليكم، كل سنه وانتم طيبين. بشكر كل الناس اللي بعتوا لي رسائل على انستجرام وعلى التيك توك وعلى الايميل بتاعي. اكتشفت يا جماعه ان في ناس بتبعت لي رسائل على الايميل بتاعي، لان انا قافل التعليقات على اليوتيوب يا جماعه. انا قافل التعليقات على اليوتيوب وعلى الانستجرام وعلى التيك توك، والله قافلها يا جماعه. ليه انا قافل التعليقات؟ لان التعليقات على السوشيال ميديا، لان التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي كلها، وخصوصا على اليوتيوب وعلى الفيسبوك وعلى الانستجرام وعلى التيك توك، كلها سبام، كلها سكام، حاجه مقرفه قمه القرف. ما علينا. بكره عيد ميلادي يا جماعه، انا عايز هديه، انا عايز هدايا. انا كل سنه بيجي لي هدايا كتير جدا، بس انا ما باخدش هدايا من حد، تمام؟ بس السنه دي عيد ميلادي جاي في شهر رمضان، فمش هعرف احتفل، مش هعرف احتفل خالص. طبعا بهزر، انا عمري ما احتفلت بعيد ميلادي، واصلا من اساسه عيد ميلادي ده بيكون اسوأ يوم عليا في السنه كلها. يعني الواحد بيقعد يفكر كده، هو ايه اللي انا عملته في حياتي يستاهل ان انا احتفل بيه اصلا من اساسه؟ ايه اللي انا عملته في حياتي عشان احتفل بيه؟ ايه اللي انا عملته في السنه اللي فاتت؟ ايه اللي انا عملته في السنه اللي فاتت عشان اجي احتفل بيه دلوقتي؟ للاسف الشديد مفيش حاجه. انت ما عملتش حاجه، انت كل اللي انت عملته ان انت خدت على دماغك، خسرت فلوس واتدينت وطلع عينك واتمرمطت وتعبت اكتر واتذليت واتهنت، وبعدين طب ليه تعيش بقى؟ تعيش ليه؟ وجالك اكتئاب اكتر ما هو موجود، فبقيت مكتئب 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 وحزين ومهموم ومغموم وزعلان وجعان وعطشان، طبعا عشان الصيام. لكن بعيدا عن ده كله، فانا اتعلمت الدرس ان انا اعيش اللامبالاه، اعيش اللامبالاه واكون لا منتمي لاي حد، اعيش فن اللامبالاه، اكون لا مبالي ولا منتمي، وما يبقاش عندي انتماء لاي حد. يبقى عندي ايه بقى؟ عندي لا انتماء وعندي لا مبالاه. فمن الاخر كده انا لا منتمي ولا مبالي، مش فارقه معايا. سيبها تخرب، سايبها تخرب، سايبها تولع، سايبها تروح، سايبها تيجي، مش مهم. طز في اي حاجه وطز في اي شيء وطز في اي حد، اهم حاجه عندي هي الروقان وبس. مش عايز اي حاجه تانية غير كده. الروقان هنا يا جماعه خلي بالكم، مش معناه ان انا اشرب مخدرات ولا ان انا اتعاطى كحوليات